شنو هي العلاقة ما بين البصرة والدوبامين؟ السلام، معكم يحيى قريون. مرحبا بكم في سوق راسك. الدوبامين اللي عندنا في دماغنا كتنتج من واحد المركب اللي كيتسمى تيروزين. هاد التيروزين من العائله ديال الامينو اسيدز اللي هما اساس ديال جميع البروتينات، وكيتحول في الجسم باش يولي الدوبامين اللي كنعرفوه كاملين. يمكن لنا نلقاو هاد التيروزين في اكل بحال الفرomاج، اللحم، الحوت، وفي اغذيه نباتيه بحال الجنجلان ولا منتجات ديال الصوجا. هاد التيروزين قبل ما تولي الدوبامين كتحول في مركب اخر واللي كنسميو ليفودوبا او الدوبا. الدوبا هو من اهم الدواء اللي كنعطيو الناس اللي عندهم مرض باركنسون، اللي هو مرض فقدان الخلايا العصبيه نيورونز ديال الدوبامين. يمكن لنا نلقاو هاد الدوبا حتى في ماكلتنا بحال مثلا في الفول. اياه البصره ديال الويده يمكن تطلع لك المستوى ديال الدوبامين. حذاري، هادشي اللي كنقول عنده هدف تربوي وماشي نصيحه طبيه. الا كنتي مريض ولا كتعرف شي واحد اللي مريض، خاصكم دائما تشوفوا الطبيب ديالكم وما تاخذوش شي قرار بوحديتكم. فاذا كنتي فكرتي تداوي باركنسون بالبصره، للاسف غير نسى. انتاج الدوبامين كيتعامد على بزاف ديال العوامل اخرين بحال الفيتامينات مثلا بي 6 اللي كتحول الدوبا الى الدوبامين، ولا معادن المغذيه بحال الحديد، الزنك ولا المغنيسيوم. الخلاصه ديال هادشي هي بان خاص تكون عندنا تغذيه متوازنه باش يكون عندنا جميع الاحتياجات التغذيه لانتاج الدوبامين وكذلك لصحتنا العامه. شكرا للانتباه، نتمنى عجبتكم هذه الحلقه. الى اللقاء.